السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. طلبتوا مني طريقة الكشري من الأكلات المصرية اللي بنحبها، وعايزة أقولكم الأكلة دي أنا بحبها وبعشقها جدا، وكل اللي بياكلوا مني فعلا بيقولي الكشري ده أحلى من أي كشري بناكله في أي محل، بإضافات وتكات بسيطة فعلا هتعملي أحلى طبق كشري. وهقولك على السر اللي يخلي البصل معاكي مقرمش لآخر واحدة. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. اول حاجه هنحضرها للكشري البصل. بتجيبي بصل ابيض احمر المتاح عندك بالكميه اللي انت عايزاها، وبتقطعيه لشرايح رفيعه خالص، وحاولي تقطعيها كلها بسمك واحد علشان تكون سوا واحد اثناء القلي. حبيت اقطعه معاكم بالسكينه لكن تقدري تقطعيه، بيبقى فيه جزء كده بيجي مع محضر الطعام بيقطع لك البصل لشرايح رفيعه، او في المبشره بيبقى فيه جزء مخصص لتقطيع البصل علشان يكون مقرمش معاكي. مش محتاج اي اضافات خالص، انا مش بضيف له اي اضافات ولا نشا ولا دقيق ولا خل ولا اي حاجه، مجرد ان انا بقطعه لشرايح رفيعه، وبتكوني منشفاه كويس جدا من الميه بعد ما غسلتيه. بعد ما قطعت البصل ببتدي اعمله بالشكل ده، اللي هو بفرد البصل عن بعضه. يبقى اول عامل من عوامل نجاح البصل ويطلع معانا مقرمش ان احنا بنقطعه لشرايح رفيعه متساويه الحجم. تاني خطوه التحمير. في طاسه او في حله بتنزلي بزيت، وعايزين الزيت يكون معانا غزير، عايزين الزيت يكون ساخن بس مش ساخن قوي. تختبريه بان انتي بتنزلي بشريحه من البصل، واول ما بتلاقي كده ظهر حواليها فقاعات بالشكل ده، يبقى دي درجة الحرارة المناسبة ان احنا نقلي فيها ونحمر البصل. بتنزلي بالبصل بس مش بالكمية كلها، حسب الكمية اللي انت مقطعاها. البصل مش عايزين تبقى الكمية كتيرة في الزيت علشان يتقلي براحته. في الاول الزيت بيكون على درجة حرارة متوسطة على النار، بس بعد ما بتنزلي بالبصل بتخلي درجة الحرارة اقل من المتوسط علشان البصل يتحمر وياخد اللون الذهبي براحته. وبتفضلي تقلبي في البصل بالشكل ده علشان البصل كله يتحمر وياخد اللون. واول ما بتلاقيه اخد اللون الذهبي وبقى معاكي بالشكل ده بتخرجيه على طول، ما بتستنيش عليه تاني لان لسه لما بنخرجه كمان بيغمق اكتر. بتخرجيه وبتصفيه في مصفى بالشكل ده. فايدة المصفى انها تخليه يدخله هوا من كل ناحية ويقرمش معاكي. وانتي بتخرجي البصل هتلاحظي ان هو لسه طري معاكي، ما تقلقيش هو هيقرمش بعد كده. اول مجموعة قليتيها بعد ما صفيتيها في المصفى هتلاقيها بردت. بعد كده هتصفيها على مناديل المطبخ علشان تصفي اي زيوت زياده فيها. هتحمري الكميه كلها بنفس الطريقه، وزي ما قلتلك ما تنزليش بكميه بصل كتيره في الزيت علشان ياخد وقته ويتحمر براحته. وزي ما انتم ملاحظين اول مجموعه قليناها هي مقرمشه خالص، وكلها لونها موحد لانها كلها متقطعه سوا واحد، فاتحمرت كلها في وقت واحد. هتصفيها على مناديل مطبخ زي ما قلتلك. لو مشيتي على الخطوات اللي انا قلتلك عليها في البصل هيطلع معاكي البصل مقرمش جدا، وهيفضل معاكي مقرمش اطول وقت ممكن. تقدري تحتفظي بيه في برطمانات لو كميه زياده في التلاجة وتستخدميه في اي وصفه وهيفضل معاكي مقرمش. الزيت اللي حمرنا فيه البصل هنستخدمه في بقيه وصفه الكشري، وتقدري تستخدميه في اي وصفه تانية لو الكميه زياده معاكي. حله نزلت بحوالي 4-5 معالق كبار من زيت البصل. اول ما يسخن هتنزلي عليه ب2 معلقه كبيره من صلصه الطماطم. بحب اقلب الصلصه الاول كده مع الزيت بالشكل ده. بعد كده هنزل بحوالي 3 كوبايات من صلصه الطماطم. الصلصه دي هتلاحظوا ان هي مركزه شويه لان الصلصه دي انا بعملها وبحتفظ بيها في الفريزر وبستخدمها في وصفات كتير. هسيب لكم طريقتها واللينك بتاعها في صندوق الوصف. خففتها بشويه من الميه. عايزه اقول لكم لما بعمل الصلصه دي بتوفر عليا وقت كتير وبتريحني. طيب لو انت لسه ضاربه طماطم وضفتيها مفيش مشكله، بس ساعتها ضيفي نص معلقه صغيره من السكر. انا مش هضيف سكر لان الصلصه دي بالفعل كان عليها سكر. نزلت ب2 معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناعمه، نص معلقه صغيره من الثوم البودر، نص معلقه صغيره من البصل البودر. هتقلبي البهارات مع الصلصه كويس وهتسيبي الصلصه تغلي غلوتين 3. صلصه الكشري ما بتبقاش تقيله، يعني مش متسبكه قوي، بتبقى خفيفه شويه. اخر اضافات بنضيفها لما خلاص هنقفل على صلصه الكشري: معلقه صغيره مليانه من السبع بهارات، ربع معلقه صغيره من البابريكا، رشه كده بسيطه من القرفه، 2 معلقه صغيره مليانين من الثوم المفروم ناعم، 2 معلقه كبيره من الخل الابيض. هتقلبيهم كويس جدا مع صلصه الطماطم، وبكده الصلصه بقت جاهزه معانا. وهتشمي احلى ريحه صلصه كشري، ريحتها بجد رهيبه وطعمها بجد مميز. هتحسي ان انتي نفس طعم وريحه صلصه الكشري اللي بنشتريها من بره واحلى كمان. تالت حاجة هنحضرها للكشري العدس. معايا عدس بجبة 2.5 كوبايات، بتكوني منضفاه وغسلاه كويس جدا. هتنزلي عليه بمية بس ما تنزليش بمية كتير، بمعنى ان انتي ما تمليش الحلة مية قوي. احنا مش عايزين العدس يبقى معانا طري كده ومعجن، عايزينه مفلفل. نزلت عليه بنص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الملح، وهتسيبيه على النار لحد ما يستوي معاكي. لما يبتدي يغلي بتوربي الغطا علشان ما يفرش معاكي، وكل شويه بتلاحظيه وتراقبيه تشوفي كده لو الميه قلت عشان ما ينشفش منك بتزودي له شويه ميه.
هنا كان العدس نص سوا، هاخد تقريبا منه نص الكمية لان لسه هضيفها على الرز، فعايزاه ما تكونش استوت سوا كامل. وباقي الكمية هضيف لها شوية مية مغلية واسيبها لحد ما تستوي تمام. زي ما انتم ملاحظين انا منزلتش بمية كتير. وده شكل العدس بعد ما استوى معانا، شايفين عامل ازاي واستوى مظبوط ومفلفل وما عجنش معايا، لان زي ما قلت لكم ما بنزودش مية كتير قوي علشان ما يتهريش مننا. في حلة تانية هنحضر الرز. نزلت تقريبا من نص كوب من الزيت اللي قلينا فيه البصل. اول ما الزيت يسخن هتنزلي بالشعريه. انا نزلت ب2 كوب من الشعريه. كميه الشعريه هتبقى حسب كميه الرز اللي بتعمليه، بمعنى لكل كوب من الرز نص كوب من الشعريه. هتحمري الشعريه كويس جدا لحد ما تاخد معاكي اللون الذهبي الجميل. للاسف اكتشفت ان انا ما كنتش بصور في اللحظه دي. بعد ما الشعريه احمرت كويس جدا نزلت ب4 كوبايات من الرز، غسلهم كويس ومصفيهم كويس جدا من الميه. عليهم 4 معالق كبيره من العدس الاصفر، وهننزل بالعدس اللي احنا كنا واخدينه اللي هو نص سوا. هنشوح الكلام ده كله مع الزيت تشويحة كويسة جدا. الخطوة دي هتخلي الرز معاكي طالع مفلفل جدا. بحب دايما اضيف عدس اصفر مع رز الكشري. لكل كوباية رز معلقة كبيرة من العدس الاصفر. بعد ما شوحت الرز بقى معايا بالشكل ده، هنزل عليهم بمعلقة كبيرة مليانة من الملح، نص معلقة صغيرة من 7 بهارات. عايزة اقولكوا اضافة ال7 بهارات للكشري بيفرق جدا في الطعم وفي الريحة فعلا. بعد ما قلبت الملح مع الرز كويس جدا هتنزلي بالمية. بنزل بمية مغلية. المية ما بتكونش كتيرة قوي، بمعنى ان انتي بتزوديها عن الرز حوالي نص عقلة بالشكل ده. هتغطي الرز واول ما يبتدي يغلي معاكي ويبقى بالشكل ده هتهدي النار عليه خالص. الرز مش هياخد وقت في التسوية خالص وهتلاقيه استوى وبقى معاكي بالشكل والجمال ده. شايفين قد ايه مفلفل؟ بجد خطير. هو البخار ظالم الصورة شوية، مش باين الرز قوي من البخار، بس بجد خطير. يلا نحضر المكرونة. في حلة فيها مية مغلية هتنزلي باي نوع مكرونه بتحبيه، ويكون معاه مكرونه سباكيتي. دايما الكشري معروف انه بيكون عليه نوعين من المكرونه، مكرونه اي شكل مع مكرونه سباكيتي. والكميه اللي هتستخدميها حسب احتياجاتك. انا استخدمت تقريبا اقل من نص كيلو من كل نوع. واول ما المكرونه تستوي معاكي وتكون بالشكل ده بتخرجيها على طول وبتصفيها وبتغسليها بميه ساقعه. انا مش هقدر اقولك على وقت تسويه المكرونه لان بتختلف من نوع لتاني. نفس الحلة اللي سلقنا فيها المكرونة نزلت تقريبا ب4 معالق كبيرة من الزيت. هتنزلي بالمكرونة وتقلبيها كويس مع الزيت. نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ربع معلقة صغيرة من البصل البودر، ربع معلقة صغيرة من الثوم البودر، ربع معلقة صغيرة من الكمون. هتقلبي البهارات مع المكرونة كويس جدا. وبكده المكرونة بقت جاهزة معانا. والكشري طبعا ما يحلاش من غير الدقة. معايا كوبايه ونص من الميه، ميه من الحنفيه عادي. نزلت عليهم بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، ربع معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الثوم البودر، ربع معلقه صغيره من البصل البودر، ربع معلقه صغيره من الكمون، ربع معلقه صغيره من الكزبره الناعمه، شويه من الفلفل الاسود، رشه بسيطه خالص، رشه من الشطه، ربع معلقه صغيره من البابريكا، ربع معلقه صغيره من السبع بهارات. هنزل عليهم بربع كوب من عصير الليمون، 3 معالق كبيره من الخل الابيض. تقدري تزودي كميه الخل حسب رغبتك. واخر حاجه معلقه كبيره من زيت البصل. هتقلبي بقى الدقه دي مع بعض كويس جدا وهتدوقي احلى دقه للكشري. عايزه اقول لكم بجد ده مش كلام، انتوا ان شاء الله لما تجربوا الكشري بالطريقه دي هتشوفوا قد ايه الفرق والطعم حاجه كده رهيبه. ولا اخدت شويه من صلصه الطماطم ونزلت عليهم بمعلقه صغيره من الشطه. هتقلبي الشطه مع الصلصه كويس جدا وكده بقى معانا شطه. يلا نحضر احلى طبق كشري. هننزل اول حاجه بالرز. ترتيب طبعا الكشري حسب رغبتك. انا بحب انزل بالرز الاول. طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه، الرز شكله مفلفل خالص. هتنزلي عليه بالمكرونه وشويه من العدس، ونزلت عليهم بشويه من البصل وشويه من الحمص. الحمص ده بيبقى موجود عندي دايما، بكون سلقه كميه وحطاها في الفريزر، بستخدمها في اي وصفه انا محتاجاه فيها. وهتنزلي عليها بقى بصوص الصلصه الرهيب. شايفين الصوص خطير ازاي؟ ظبطي بقى طبق الكشري زي ما بتحبي، شويه من الدقه شويه من الشطه، وهتاكلي احلى طبق كشري. زي ما بقولك طعمه وريحه خطير. ريحه الكشري تحسي ان هي نفس ريحه الكشري اللي بتشتريه جاهز من بره، والطعم هتلاقيه احلى كتير من الكشري اللي بتشتريه من المحلات. وكفايه انه كمان هيكون انضف وانتي اللي عاملاه بنفسك. اذا عجبتكم الطريقه اتمنى ما تنسوش تعملي لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.